شيخنا قل لي عندي سؤال يعني. تفضل. هل الزوجة تعتبر من أهل البيت أم لا؟ لا، الزوجة لا تعتبر في العربية وفي الشرع من أهل البيت. لا تعتبر من أهل لا البيت؟ لا. إذن سأجيبك من القرآن وانتظرني لحظة. بالخدمة. إن في زوجة إبراهيم عليه السلام كانت بنت عمه. زوجة إبراهيم عليه السلام كانت بنت عمه، فلذلك من أهل بيته. وما أدراك ما هي بنت عمه؟ في الروايات، في التاريخ. في التاريخ. إذن تعتبر من أهل البيت. تعتبر لأنه من ابن بنت عمه، لأنها بنت عمه لأجل ذلك، وليس لكونه زوجة. حسنا، هذا أنت على كيفك إذا تجيب يعني، ولو هي يعني ما مقتنعاني بجوابك. هذا صحيح مسلم أخي الجليل، هذا صحيح مسلم. هذا إنك لا تقتنع، هذا صحيح مسلم. دقيقة، هو حجة لكم. دقيقة أخي الجليل، هذا صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1432، دار الفكر بيروت لبنان. ألف 1201 كتاب فضائل الصحابة. نعم. بالي رقم الرواية 6122 عن فلان عن فلان عن فلان عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم. بل فيه قلنا من أهل بيته نساؤه؟ قال لا وأيم الله، إن المرأة تكون من الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. إن زيد بن أرقم يقسم بالله وأيم الله إن المرأة ليس النساء من أهل البيت. تفضل. تفضل. إذن أنت تستشهد من هذا بأنه الزوجة ليست من أهل البيت. صحيح. حسنا، عندي سؤال لك وأتحداك أن تجيبني. تفضل. يا شيخنا الفاضل. بلى. أنت شيعي وأنا سني. أي نعم. أنا أستطيع أن أعد لك 20 من الصحابة. هل تستطيع أن تعد لي 12 صحابيا أو 10 صحابة؟ وأنا أساعدك في 3: سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري. لا بأس. عدد لي بعد سبع صحابة صاحبوا النبي، أنت تحبهم وتعترف بهم. أتحداك. بالخدمة. أتحداك وأعطيك 3 حلقات. أنا بالخدمة. أن تعترف أنت ب7 صحابة. لا بأس بالخدمة. الآن أنا لم وعندي سؤال شيخنا. أي نعم. دقيقة آخر يعني. دقيقة. إن هذا الرجل، بل إن هذا أخونا إنه قال سألنا هذا السؤال، فأنا أعطيكم الجواب. وعندي سؤال آخر. يلا بالخدمة. دقيقة. هذا كتاب بحار الأنوار. لاحظوا، كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، تبع دار إحياء التراث العربي. الجزء 47 كما لاحظتم، السابع والعشرون، عفوا 27. بلي صفحة 52، كتاب الإمامة، أبواب ولايتهم وحبهم وبغضهم صلوات الله عليهم، باب وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم. الرواية عن الصادق عليه السلام قال حب أولياء الله واجب، والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم وحتكوا حجابه وأخذوا من فاطمة عليه السلام فدك ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما وهموا بإحراق بيتها وأسسوا لظلم وغيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسكت. والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة. هذا كله قال. بعد ذلك قال والولاية، دقيقة حبيبي، سألت سؤال فاسكت. والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري
والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن صابت وعبادة بن صامت وخذيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي سعيد الخدري ومن نحى نحوهم وفعل مثل فعلهم والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة. عدهم إن استطعت كم هؤلاء؟ كم صحابي هؤلاء؟ ومن نحى نحوهم هؤلاء الذين مذكورون في هذه الرواية: سلمان، أبو ذر، مقداد 3. نعم كم صحابي هؤلاء؟ 5 6 7 8 9 10 11 12 13. الآن دقيقة. سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، مقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر، جابر بن عبد الله. قرأت لكم كم عددهم. هذا 13. ومن نحى نحوهم من الصحابة. لا نقول هذا كذب منكم. أولا إن نحن لا نتبع الصحابة وعددهم لا يفيدنا. الصحابة كم عددهم؟ بل الصحابة كم عددهم؟ هذا سؤال عجيب. كم عدد الصحابة؟ هذا لا يفيدنا. نحن نتبع أهل البيت صلوات الله عليه الذين هم معصومون. صحابة ليسوا بمعصومين. بل إذا كانوا الصحابة عددهم كثير وقليل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة كلهم كانوا يعبدون الأوثان. كلهم كانوا يعبدون الأوثان. كلهم كانوا يشربون الخمر. بل إلا القليل منهم ما كانوا يشربون الخمر قبل الإسلام. أغلبيتهم يشربون الخمر، يقتلون الأبرياء، لا نكاح عندهم، زنا كثير عندهم قبل الإسلام. هؤلاء ليسوا بحجة علينا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام معصومون مطهرون، نتبعهم. لا يهمنا كم هؤلاء الصحابة، كم كان عددهم. لا يجب علينا معرفتهم، فقط موالاتهم الذين كانوا مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأن موالاة أوليائهم واجبة، فنحن نحبهم ونحترمهم كما قال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. سلام عليكم، تفضل. وعليكم السلام، شلونك شيخنا؟ أهلا ومرحبا.